على أن يأخذ أينشتاين التقدير العلمي لجائزة نوبل وأن تأخذ مارك الجائزة النقدية. فهل كان أينشتاين سخيا فقط، أم أنه كان يعترف بطريقة غير مباشرة بفضل مارك له؟ أنكرت ميلفا مارك أنه كانت لها أي علاقة بأبحاث أينشتاين عن النسبية، ولكن صديقة مقربة لها تدعي العكس. فقد كانت مارك تكتب في خطاباتها لهذه الصديقة أنها أنهت هي وأينشتاين بعض العمل المهم الذي سيجعل أينشتاين رجلا مشهورا، كما أن ابنهما هانز ألبرت قد أشار إلى أن رغم تخلي أمه التام عن أي طموح علمي، فلطالما رآها هي ووالده يتناقشان حول العمل والفيزياء في المساءات التي كان أينشتاين يعود فيها إلى المنزل.